السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشني كتير كتير من الفيديو اللي فات لفيديو النهارده بقى هنعمل الفطير المشلتت. الفطير المشلتت الجميل البيتي، مش اللي بره بنشتريه من الفرن. احلى من اللي بنشتريه من الفرن او من بره بكتير بكتير. يلا تعالوا نشوف عملناه ازاي، يلا بينا. اول حاجة بقى يا حبايبي، هنا هنخل الدقيق بتاعي اهو. انا كده حطيت كيلو دقيق، بس عشان عندي الطبق ضيق اهو. لازم ننخل الدقيق بتاع الفطير، لازم ننخله اهو. اهو كده عملت كيلو، والكيلو التاني اهو يا جماعه هعمل 2 كيلو اهو. انا مستخدمه في الفطير دقيق حبوبه او اي دقيق بقى انت تستريحي فيه، الكوثر، الاهرامات. انا اللي لقيته موجود حبوبه، وحبوبه برده حلو مش وحش وله عرق. الفطير عايز دقيق يكون له عرق يا جماعه، بس لازم برضو تنخليه ايا كان نوع الدقيق ايه، لازم تنخليه. فانا هون بنخله هون الدقيق. هعمل النهارده 2 كيلو. ال2 كيلو هيعملوا لك بقى 4 5 وحدات حسب الحجم اللي انت عايزاه اهو. هنخل بقى الدقيق واخلصه ونشوف هنعجنه ازاي. يا حبايبي جبت كوبايتين 2 ميه بالايه، بالكوبايه دي، بالكوبايه دي اهي. مليتها مرتين 2 ميه اهي يا جماعه، حطيتها هنا. وهحط بقى، مش هحط في قلب الدقيق، هحط في قلب الميه اهي سنه ملح. وهحط 3 معالق سكر، 3 معالق. ادي الاولى، ادي التانية، ادي التالتة اهي يا حبايبي. ولازم كده ادوبها هنا. انا لو حطيتها في الدقيق على طول الملح والسكر، العجينه هتتعجن وهيبقى لسه فيها ايه، حبيبات من الملح كده وحبيبات من السكر، عشان السكر عندي كمان خشن حتى لو ناعم. يا جماعه برضو لازم تدوبوا السكر والملح في الميه كده لحد ما يدوب خالص خالص كده بس. ولا هحط له خميره ولا هحط له بيكنج باودر ولا اي حاجه. والميه دي يا جماعه من ميه السخان، ميه فتره، مش ميه ساقعه من الحنفيه، بس ميه من السخان عادي ما غلتهاش اهو يا حبايبي. وهحط بقى على العجينه بتاعتي، العجينه بتاعتي علشان اعرف الدقيق العجين بتاعي خد مني ميه قد ايه اهو. اول حاجه اهي الكوبايه دي اهي اللي انا حطيت اول كوبايه، والتانية هسيبها شويه. لما اخلط دي هحط منها عشان اعرف خد مني قد ايه ال2 كيلو اهو. اقلبها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم اهو يا حبايبي. سهل جدا جدا، وقومي اعمليه وما تخافيش. لو باظ منك مره، المره التانية مش هيبوظ. وشجعي كده وعلمي اولادك واعملي. احنا برضو ما تعلمناش كده، مره باظ مننا، مره طلع كويس، مره كده ومره كده. كده انا حطيت اول كوبايه بالشكل ده. هحط بقى نص التانية اهي، نص التانية كده. انا عامله يا جماعه 2 كيلو اهو. وقدامكم اهو، ما قطعتش الفيديو، ماشيه معاكم واحده واحده اهو يا حبايبي. يبقى انا ولا حطيت لها خميره ولا حطيت لها بيكنج باودر اهو. وجميل جدا والله يا حبايبي. وهتشوفوا تروحي تجيبيها من بره كده. انا هحط النص التاني اهو، اهو حطيته كله قدامكم اهو. النص التاني، نص الكوبايه التانيه اهو. ولا تروحي ابنك يقول لك انا عايز يا ماما فطير، تروحي تجيبيه من بره ولا انت عارفه هو معمول بايه، ولا اللي بيشغل بيه ايده ده ايده نضيفه ولا ايده كانت عامله ايه كده يعني اهو. يبقى انا حطيت كده كوبايتين 2 ميه. ملو الكوبايه اللي هي الستانلس دي، الكوبايه دي تجيلها ايه يعني 250 جرام كده من الميه اهي. لسه برضو اهو محتاجه ميه تانية، حاجات بسيطه اهو يا حبايبي، حاجات بسيطه خالص على ايدي اهي، على ايدي حاجات بسيطه اهي. قيمه كده يعني ربع كوبايه شاي بالصغيره دي اهو. امسكه بقى اعجنه اهو لحد ما يشرب مني كل الميه دي، وكل الدقيق ده يتشرب مني اهو. لقيت الربع اللي كوبايه الميه اهي كده. انا حطيت
كوبايتين من 2 الميه اللي انا معايراهم معاكم خالص من الاول اهو يا حبيبي. اهو يا حبايبي، لازما اخدم العجينه بتاعتي وتانيني ادعك فيها كده اهي، تكون ايدي تطلع كده وعايصه ايدي نظيفه كده اهي، عشان تبقى العجينه بتاعتي ناجحه. انا بقالي دلوقتي 10 دقايق عماله ادعك فيها اهي، عشان يبقى لها عرق جميل كده وحلوه كده وتبقى جميله كده اهو يا حبايبي. اهو تطلعي وتاخدي العجينه بتاعتك ناجحه ان انت ايه تنيكي تدعكي فيها، تخدمي العجينه تطلع لك الحاجه 100 100 اهو يا حبايبي. كده بقى يا حبايبي جبت الصينيه اللي انا هقطع فيها اهو، دهنتها زيت اهو، اي ماده دهنيه بقى اهو، دهنتها زيت اهو، واروح بقى ايه مقطعه العجينه بتاعتي. هقطعها ايه طبعا والله ما سبتها ترتاح اهي قدامكم اهي، مقطعاها اهي زي الليمونه اهي، قطع صغيره جدا اهي. انا بقطعها صغيره بالشكل ده اهي، كلها قد بعضها، دي قد دي يا ناي اهي، الاتنين قد بعض. هعمل كور كده بحيث ان انا ممكن احط في ايه في الواحده 5 كور كده، 10 كور حسب ما انت عايزه حجمها ايه. هقطعهم بقى بالشكل ده، كل الكميه اللي عندي اهي بكل الحجم ده اهو. اهو يا حبايبي اهي كلهم حجمهم واحد اهو. هقطعها بقى واخلص كل الكميه ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني. اهو يا حبايبي بعد ما قطعت ال2 كيلو اهو جم معايا بالشكل ده، والكور كبيره مش صغيره يا حبايبي، فانا هسيبها ترتاح واغطيها بالمشمع واسيبها ترتاح بس قيمه ايه 10 دقايق بس كده، وارجع تاني اشوف هنعمل ايه. كده يا حبايبي بقى هجيب الحاجه اللي انا هفرد فيها اهو. انا مسيحه هنا اهو ربع سمنه اهو، ربع سمنه صفرة كده اهي، زبده صفرة مسيحاها عشان اعمل بيها اهو يا حبايبي. خدت بس ال2 كيلو خدوا معايا ربع كيلو ايه سمنه. هجيب من اول واحده انا عملتها، من اول واحده عشان افردها وتيجي معايا اهي يا حبايبي، من اول واحده اهي هتيجي معايا على طول من اول واحده اهي. انا ما سبتهاش ارتاحت كتير، يعني انت لو خدتي بالك انا ما سبتهاش ارتاحت كتير اهو. هسيبها ترتاح تاني اهو. افردها بالشكل ده واخليها رقيقه جدا جدا اهو يا حبايبي. تنيجي تسحبيها كده لحد اخر حاجه فيها، تسحبي فيها لحد ايه اخر حاجه فيها كده خالص خالص كده، تجيبي كل حاجه فيها اهي. هو ده الاخر بتاعها خلاص، حسب ما انت مقطعاها هو ده الاخر بتاعها خلاص، يبقى ده الاخر بتاعها اهو يا حبايبي. اقوم بقى حاطه لها اهي شويه سمنه اهو، واقوم لماها بقى اهو. انا حتى لو فردتها كده هتتفرد معايا، لو شلتها تاني كمان وشدتيها كده هتتفرد معاكي، فانا بقى هلمها، هاخد الرق ده كده واقوم حاطاه كده في النص اهو يا حبايبي اهو. وبرده ادهنه سمن، واقوم جايبه الرق التاني ده الناحيه التانيه دي كده، واقوم شداها وفردها عليه، وده برضو كذلك هقوم شداها كده وفردها عليه. وما بين كل مره ومره اعوص يا جماعه السمنه اهي، سهل جدا جدا جدا. ايه يعني لو اتقطعت مني اهي ما فيهاش اي مشكله، واقوم ركناها كده اهي واجيب غيرها اهي، هجيب غيرها اهو يا حبايبي، وافردها معاكم بالشكل اللي احنا عملناه تاني اهو يا حبايبي. انا فردتها اهو، فردتها بالشكل ده وحطيت عليها السمن. جبت بقى اللي احنا حطيناها اللي كنا عاملينها هنا فاكرينها اهي، حطيتها فيهم اهي اهي، حطيتها فيها. هفردها بقى
هشد الرق ده كده كده اهو، واجيب اخره معايا واوديه لحد عندها هناك كده اهو، وعيوصه برضو وادهنه كده بالسمن. كذلك هقفلهم من كل ناحيه اهي، اشيلها كده واقفلها. سهل جدا والله يا حبايبي، ما فيهوش اي صعوبه اهو. كل راق وراق سمنه زي ما انا بعمل كده. وكذلك ده كده احنا حطينا كام واحده كده؟ حطيناهم 2 اهو، والراق التاني اهو اهو. يا سلام عليكي يا بنتي يا بطوطه اهي. كده عملنا 2 اهو. هجيب برضو التالتة، احط المادة الدهنية واروح اجيب التالتة يا حبايبي بقى. بعد ما ايه، ما رفع شوية كده اهو، فردت اهون. عايز تفردي اكتر من كده افرديه، انا مش عايزة افرده اكتر من كده. دي صينية، الصينية التانية اهي اهي. هفرده، احط لها كده حتة سمنة اهي وافرده بالراحة خالص كده. يتفرد معايا ازاي اهو. انا علشان يكون مليان لحم من جوه مش عايزاه ناشف، فانا مش هفرده قوي. انا حطيت في كل واحده 6 كور اهو يا حبايبي. جميله هي وسهل وبسيط، واعمليه وبسطي عيالك احسن ما تشتريه من بره اهو يا حبايبي. وهنشوف مع بعض في السوا اهو. انا ما عنديش صواني على قده، انا الصواني اللي عندي كبيره وانا عملته كده على قديها، مش ضروري افرد قوي اهو. كبيره وفي نفس الوقت حلوه ومليانه، متبقاش فاضيه من جوه اهو يا حبايبي. هايدي الفرن بقى واسويه اهو يا حبايبي. ما شاء الله اللهم صل على النبي اهو. في الفرن قابب اهون وجميل. هقرك يا جماعه على السوا، اهم حاجه السوا بتاعه هو قاب وجميل اهون. وانا بدير بقى من الناحيه التانية. انا حاطه صينيتين، انا حاطه جوه هنا صينيتين اهي، واحده اهي اهي، والتانية الناحيه التانية اهي التانية. فانا حاطه صينيتين اهو يا حبايبي اهي. التانية بنت اهي. فانا عماله اغير فيهم هما الاتنين اهو يا حبايبي. السوا بتاعهم جميل وبالهنا والشفا اهو اهو يا حبايبي. هوريكم برضو كمان واحده في السوا هي يا جماعه. الواحده التانية هي يا حبايبي. السوا بتاعها هو لسه ما استوتش، هضيرها كل شويه بديرها اهي، واقفل عليها واسيبها اهي اهو يا حبايبي. السوا بتاعي الجميل اهو من كل ناحيه. ادي الفطيره بتاعتي اهي جميله، والسوا بتاعها من تحت القعر كمان مستوي، هي كلها على بعضها مستويه هي يا حبايبي. هحطها بقى مع دولا مع اخواتها. انا فرشه على الصينيه جورنال اهو، وهحط معاهم الفطيره اللي انا طلعتها دي كمان اهي، وهغطي عليها. لازم انا اغطي عليها كده علشان ما تنشفش اهي وهي سخنه كده اهي. انا غطيت عليها اهو، لازم انا اغطي عليها بالشكل ده كده بس. كده حبايبي يكون خلصت الغدا بتاعنا بتاع النهارده الجميل التحفه ده. الفطير المشلتت عاملينه في البيت جميل بطريقه جميله ومورق وحلو، مش خفيف ولا ناشف ولا اي حاجه. جميل جدا جدا، احسن من اللي بتشتريه بالبره. روحي جربي واعملي في البيت وقولي لي في الكومنتات انتي عجبك ولا لا وعملتيه ازاي. يلا بينا. تنسيش لو عجبك الفيديو بتاعي اشتركي معايا في القناه ودعميني كده واكتبي لي كومنت حلو. باي باي.